عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة نتكلم عن مباراة برايتون وليفربول على أرض برايتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي. طبعا الفريقين لسه مقابلين بعض قريب من حوالي 15 يوم في الدوري، وكان فاز برايتون على أرضه 3-0 بعد ما يعني زي ما بيقولك كده كسح ريال مدريد ليفربول. فهتبقى مباراة صعبة قوي. يعني برايتون جاي من الدور اللي قبليه كان فاز على ميدلسبرا 5-1 برا أرضه، وليفربول طبعا جاي من فوز كان برا أرضه على وولفرهامبتون 1-0 بعد ما كان يتعادل معاه في آخر ماتش 2-2. إن شاء الله المباراة هتبقى يوم الحد 29 يناير 29/21/23 الساعة 3:30 على قنوات بين سبورت المشفرة. في كلام اللي هي مباراة هتبقى الساعة 9 بالليل، بس لغاية وقتنا هذا المباراة في ميعادها المتحدد 3:30 يوم الأحد. مباراة صعبة في دور 32 قوي على ليفربول في الظروف اللي هو المهببة والحالة التعبانة اللي بيمر بيها من أداء لعيب سيء للعيبة وحارس مرمى تعبان في أسوأ حالاتهم. مدرب مش عارف يحط خطط مع برايتون. يعني لو شفت كده ليفربول في المركز التاسع، برايتون في المركز السابع، يعني قبليه وعامل نتائج 10. برايتون أحلى فريق في الدوري الإنجليزي، بيقدم كرة من تحت لفوق، بيبني هجمة من تحت لفوق. يعني أنا متوقع برايتون هيفوز هيفوز بفوز عريض أوي على ليفربول. يعني فهنشوف الدنيا فيها ايه، لعل تكون مباراة ممتعة كده ونستمتع بيها. وده كل ما نريد في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.